السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الفيديو حابب بس ابارك لجمهور نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك عشان كانوا لعيبة رجالة ومعاهم مدير فني رجال راجل. انت كولر عايز مننا ايه؟ كل الناس كانت بتطلع تعتب عليا لما قلت احنا مش عايزين صفقات، عايزين مدرب. اهي الصفقات جت يا عم المدرب. اللي كنت بتطلع في المؤتمر الصحفي صفقات صفقات اهي الصفقات جت. عملت انت ايه؟ ده انت مدرب جبان وكحيان وجالك الزهايمر خلاص. انت من 15 ماتش متعادل 6 ماتشات. انت متخيل؟ انت المفروض تقطع تذكرة طيران على حسابك، تاخد بعضك وتمشي. كابتن محمود الخطيب مستني ايه؟ مستني لما ناخد الخازوق بتاع افريقيا ونطلع ونروح كاس العالم نبقى حصلت المجموعة ونخسر الدوري وبعد كده تفكر تمشيه؟ ولا انت مستني ايه؟ مستني نقعد على الخازوق الاول ولا ايه؟ انا مش فاهم. انا بس عايز افهم، انت مستني نقعد على الخازوق الاول؟ ده موسيماني يا راجل كان كسبان خمسة وطلع في المؤتمر الصحفي قال لك المره الجايه هكسبهم ستة. مش دوت يقول لك ده امر طبيعي؟ امر طبيعي ده عند امك هناك مش هنا. هناك عند امك في سويسرا. امر طبيعي هناك مش هنا. فين التكتيك اللي انت يا راجل؟ ده انا يا راجل، ده فايلر يا راجل كان كسبان اسوان 5-0. خمسة. ولما جه فينا جون في الاخر بقى 5-1. عاقب اللاعيبه ونزلهم التمرين. وقبلها كان في بريتوريا حاطط على صن داونز هناك. وتيجي تقول لي مش عارف؟ يا راجل ده انت راجل كحيان. يا راجل ده انا ما شفتش لعيب معاك مستواه عالي. يعني لعيب كده مستواه عالي مفيش تكتيك، مش عارف تخرج بالكوره. وبعدين ايه رامي ربيعه اللي انت بتلعبه لي ده؟ ايه ده؟ ناصر منسي يستلم ويلف ويباصي ورامي ربيعه واقف يحلق. ما احنا قلنا يا جدعان رامي، اقسم بالله لو الواحد مسؤول في النادي الاهلي رامي ربيعه ده ما يقف على البوابه. وربنا ما يقف على البوابه. ده هي بس ارزاق، اقسم بالله الكره ارزاق. ارزاق. واحد زي العش ده ما يلعبش ليه؟ وبعدين بديني بمحمد عبد الله الناشئ اللي اول ماتش ليه كما بتبدا بيه. ده انت مدرب كحيان، اقسم بالله مدرب كحيان. ايه ده؟ علي معلول ما يلعبش ليه باك شمال وجاي تنزل كريم الدبيس وينج وبتغيره في الدقيقه 85؟ يا نهار ازرق. كوكا 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 كوكا. تعرف تقول كوكا كوكا كوكا؟ كوكا لعيب نص ملعب بتلعبوا لي باك شمال من قله باكات الشمال عندك؟ ده انت راجل يهودي يا جدع. يا راجل يا راجل، انا قلت لك 100 مره العند بيورث الكفر. العند بيورث عندك اتنين باكات شمال وبتجيب لعيب نص ملعب تلعبه باك شمال؟ ده انت راجل كافر. اقسم بالله انت راجل كافر. يا راجل ده انت تخلي واحد يطلع عن المله يا راجل. ده احنا نكسب الماتش ده 4-5 يا راجل. ده الشوط الاولاني الزمالك بيلعب مدافع، الفرقتين بيلعبوا مدافعين. الشوط الاولاني الفرقتين بيلعبوا مدافعين والزمالك ماسك كرة عنك ومقفل خطوط وخطوطه قريبه. انت بقى سلاح مداح يابا. اقسم بجلاله الله يا راجل، ده حتى مروان عطيه اللي كان جاي 100 100 مستواه اقل معاك. اقسم بالله مستواه اقل معاك. ما شفتش لعيب فيه طفره في النادي الاهلي مع كولر الخارة ده. اقسم بالله ما شفت لعيب ليه طفره معاه يا راجل. جايب لي اشرف بن شرقي عشان تعادل احتياطي. ما لعبتش 4-4-2 ليه؟ مصطفى العش جنب اسمه ايه ده؟ جنب المغربي. ما بداتش بيهم ليه؟ ها اشرف داري. ما بداش بمصطفى العش ليه جنب ايه رامي ربيعه اللي انت بتلعبه لنا ده؟ يا عم ده اسمه رامي كومباني، ده مكانه مش في الاهلي. ده يروح اوروبا يا عم، انا عايزه يروح اوروبا ما يلعبش في الاهلي. ايه الخرا بتاعك ده؟ والباك اليمين انا منزل اكرم توفيق عشان يدافع ويا ريته دافع. اهو الجون جه من يمته اهو. بنتايك هو اللي جاب الجون اهو. ونطلع نقول يا عم احنا قلنا لك مش عايزين والله العظيم لو هيديني مليون في المية في الماتش مش عايزه. هو مش مكمل معايا. انت ليه مش قادر تفهم؟ انت ليه يا كابتن محمود يا خطيب النادي عايز ينضف؟ رجع فيلر تاني عشان ينضف النادي زي ما نضفه المره الاولانيه من شريف اكرامي وحسام عاشور وصالح جمعه والشله دي. وقفشه كان مستواه عالي معاه. وحسين الشحات مستواه عالي ورمضان صبحي اللي كان كل حاجه بيجري على الخط. شوف كان مستواه عامل ازاي معاه. ده المدير الفني اللي انت تقول عليه مدير فني. ده اللي تدفع له فعلا بالدولار ما تزعلش عليه. مش جايب له واحد كفتاجي كل شهر بياخد له 230 الف دولار. ليه يا عم؟ ليه يا عم واحنا حراميه؟ ايه ده؟ وفي الاخر ده يبقى مستوى النادي الاهلي؟ ما تعمل ايه في افريقيا وتعمل ايه في بقيه الدوري؟ هنقعد على الخازوق بعد كده تبقى تمشيه؟ لا يا باشا، جمهور الاهلي مش عايز كده. جمهور الاهلي يا باشا مش عايز كده. ده موسيماني كان كسبان خمسة وعشان جه فينا 3 جوان بقى 5-3 ولا 5-2 الماتش دوت. الدنيا قامت عليه. الدنيا قامت عليه. اه انا مش مع، انا ما كنتش مع استمرار موسيماني بس انا بقول لك يعني واقع يعني.
واقع ماتش اهلي وزمالك، وكان الزمالك في مين؟ كان موسيماني بيكسب الزمالك بمين؟ باشرف بن شرقي وطارق حامد وامام عاشور. مش فرقه فاضيه زي دلوقتي عبد الله السعيد عنده 40 سنه بياخد اكرم توفيق يرقصه ويجري بيه. انت بتتكلم ازاي؟ انتوا مغيبين، انتوا قاعدين على الكراسي بتاعتكم في مجلس اداره مغيبين. انتوا صدقتوا ان هي فكره صفقات؟ ما هو اللي مشى اللعيبه، هو اللي مشى اللعيبه، وانتوا جايين تجيبوا صفقات؟ صفقات؟ احنا عايزين مدير فني مش عايزين صفقات. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا اخي.